بالقصر الملكي بالرباط، وبعد أداء صلاة العيد بمسجد أهل فاس بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة يوم الجائزة الذي يتوج رمضان الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يتقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد. ويتقدم المهنئين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما يتقبل أمير المؤمنين تهاني العيد من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية، وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. تهاني العيد في هذا اليوم السعيد نتبادلها بعد شهر من الصيام والقيام، رمضان الذي أنزل فيه القرآن في ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، عظم الله شأنها وذكرها في كتابه العزيز. وتقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتهانئ العيد تعبير صادق عن تلك الوشيجة القوية التي تربط الشعب المغربي بقائده الملهم، الذي يقود الوطن نحو مدارج الرفعة وآفاق الازدهار، ويحفظ للأمة مقومات استمرارها وتفردها ضمن مشروع مجتمعي يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحياة الكريمة والعيش الرغيد. مناسبة جليلة يتجدد فيها الإيمان والشكر لله تعالى على النعم التي أنعم بها على هذا البلد السعيد تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لنا فيه أفضل أسوة وأحسن قدوة، يقتدي بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنن صحابته الأبرار، ويسير على نهج أسلافه المنعمين الكرام في اغتنام فضل هذه الأيام المقدسة. إنها صورة للتلاحم بين العرش والشعب، صورة مشرقة للإسلام الوسطي المعتدل الذي يرعاه أمير المؤمنين، إسلام الرحمة والتضامن والإحسان.